اللي ما عرف الحرام وما عرف الحلال. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعطيك قواعد والله ما تحتاج مرات إلى الحوزة. يعني الإنسان إذا ما لقى حوزة على ذن القواعد تكفيه يعرف الحرام من الحلال. الإمام علي عليه السلام يقول كل عمل، اسمع، واحذر كل عمل يعمل بالسر ولا يعمل بالعلن. العمل انت تبين تدري به، هل تسويه بالسر ما تسويه بالعلن. هسه واحد اذا مثلا على سبيل المثال اذا واحد سارق اموال يقول انا سرقت؟ ما يقول، لان يدري شنو فطرة، يدري انه مسوي عمل خطأ. لكن اذا كان صائم، اذا كان قائم الليل يقول والله البارحة انا شنو صايم، يقولها بالفم المليان لان يدري هو ما مسوي خطأ. إذا يقول هاي ضابطة، كل عمل يعمل به بالسر ولا يعمل به بالعلن هذا إذا عمل دير بالك احذر من عنده. واحذر كل عمل يرضاه الإنسان لنفسه ولا يرضاه للآخرين فهذا عمل قبيح، احذر دير بالك منه. العمل اللي انت تسويه ولكن إذا واحد سواه ما تقبل. فاليوم والد من الشباب اتصل بي قال لي شيخنا أنا عندي علاقة ببنت عبر التواصل الاجتماعي، عبر الواتساب، أتكلم يقول لي الله شاهد لا شايفها ولا شايفتني، بس نتناقش بيناتنا حلال لو حرام. قلت له أولا أنا ماني مرجع ولا مفتي، ولكن أنا أسألك إذا دخلت ولقيت أختك رضيعتك عندها اتصال مع شخص وهم شاهد الله لا شايفته ولا شايفها وتحكي وياه على الواتساب ترضى؟ قال لي لا. قلت له إذا رضيت لروحك وما رضيت لأختك وما رضيت للشخص اللي يكلم أختك، إذا أنت احذر من هذا العمل. شوف نقطتين انطيتك، احذر كل عمل تسويه بالسر وما تسويه بالعلن، واحذر كل عمل ترضى لروحك وما ترضى يصدر من غيرك، والثالث واحذر كل عمل إذا سئل عنه صاحبه أنكره أو اعتذر منه. كل فعل اللي لو سئلوك سويته تقول لا ما سويته أنكرته، وإذا ثبت عليك بالمرآة أو ثبت عليك مسجلي لك هنا ما تقدر تقول مو أنا، لذلك تقدم اعتذار. أي فعل تنكره إذا سئلوك عنه أو إذا ثبت عليك تعتذر منه فاحذر منه. ليش تعتذر منه؟ إذا تبين شنو هو عمل قبيح، وإلا ما اعتذر من عنده. يعني واحد يقول لك ليش أنت البارحة قائم أنت كنت تصلي بالليل؟ شو تقول له أصلي له؟ تقول له لا لا ما كنت أنا وبريء واعذرني. لا تقول له والله كنت أصلي. نعم أنا سمعت صوت أنت كنت تصلي؟ إي نعم أنا أصلي. لكن إذا سألك أبوك أنت كنت تغني البارحة بالليل؟ شو تقول له؟ تقول له لا ما أنا ما أغني. لكن إذا سمعك صوتك تقول له آسف. إذا دير بالك العمل. شوف ثلاث ضوابط. هسه أنا قلت لك قال المفيد وقال الكليني ما قلت لك، بس هي ضوابط إنسانية.